السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، ويا رب يبقى يومكم حلو وسعيد زي فيديو النهاردة. شايفين الجمال؟ يلا بقى على المطبخ كده، ندفي البيت وندفي الولاد ونملى البيت بقى بالخير. لو عندك كيلو بس دقيق او حتى نص كيلو هتعملي الابداع ده. هنعمل شوية قرص تحفة يا جماعة، طرية بعجينة كده ايه، وهمية حلوة قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. لايك وشير بقى الفيديو النهاردة، واشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. انا هنا هعمل زي ما قلت لكم، كيلو دقيق حطيته كده في الطبق. ده دقيق لكل الاغراض. هحط عليه بقى رشة ملح او مقدار نص معلقة ملح صغيرة، معلقتين كبار بقى من الخميرة الفورية. ولو مش ضامنة الخميرة بتاعتك ان نوعها حلو، دوبيها في شوية مية بسكر بره وسيبيهم، مية دافية وغطيها وسيبيها 10 دقايق. لو عملت فقاعات يبقى هي كده ايه، سليمة. بس انا يعني ضامنة الخميرة بتاعتي فخلاص حطيتها كده على الدقيق مباشرة. فانا حطيت الكيلو الدقيق، عليه معلقتين خميرة كبار، معلقتين سكر، نص معلقة ملح، وكيس كامل من البيكنج باودر. قلبتهم مع بعض كويس قوي. وبعدين عندي بقى كوباية كبيرة من اللي هي كوباية المية او كوباية العصير من المادة الدهنية، زي ما انتي حابة بقى، سمنة بس او زيت بس او سمنة على زيت. انا هنا مستخدمة نص كوباية سمنة بلدي، ومكملة بقية الكوباية بالزيت. حطيتها بقى كلها. انا مسيحة السمنة على البوتاجاز. حطيت بقى الكوباية كلها على الدقيق، ولازم بقى اعمل الخطوة دي، افرك كده الدقيق بالسمنة وابسه كده كويس قوي لحد ما يبقى عامل معايا شبه كده ايه، الرمل المبلول. عايزه اقول لكم الحركه دي بتخلي المعجنات بتاعتك يعني هشه قوي قوي وناعمه كده وجميله. خلاص كله كده اتبس مع بعضه وبقى حلو قوي. عندي هنا بقى هعجن بقى، الم العجينه دي بلبن رايب. انا كان عندي لبن عادي قوي غلياه يعني، وكان في التلاجة، نسيته بصراحه بقاله كام يوم. فقطع تمام. فانا هعجن بيه، هيخلي المعجنات بتاعتي والقرص عايزه اقول لكم خطيره تحفه. تقدري تعجني مثلا بزبادي وميه، او زبادي وحليب، اي حاجه. بس يعني الزبادي بيطري العجينة وبيخليها حلوة قوي قوي، او اللبن الرايب. ولو مش موجود خالص، شوية مية او شوية حليب بس برضو هتبقى معاكي ان شاء الله زي الفل. وممكن تروبي انتي اللبن، يعني لو عندك مثلا كوبايتين لبن، سخنيهم على النار، وقبل ما يغلوا حطي عليهم معلقة خل. هتبصي تلاقيه قطع على طول. هو ده بقى كده اللبن الرايب، هيبقى جميل قوي برضو معاكي. مهم هعجنها كويس قوي قوي، مش اقل من 10 دقايق. كل ما خدمتها وعجنتها كويس كل ما هتديني نتيجة حلوة قوي. انا عايزة اقول لكم ان فصلت ونزلت الطبق بقى في الارض، وفضلت اعجن فيه لحد ما بقت معايا بالجمال ده. انا ما غسلتش ايدي ولا حاجة، هي العجينة نضفت نفسها. خدت معايا كوبايتين الا ربع من اللبن الرايب. زي ما شفتوا كده انا بحط شوية بشوية وبعجن. ما بحطش كمية مرة واحدة عشان خاطر محتاجش ان انا ازود دقيق. يعني انا بحط شوية بشوية لحد ما تلم معايا، يبقى احسن، وابقى انا متحكمة في العجينة. بعدين هغطيها بكيسة بلاستيك وبفوطة، وهسيبها تخمر في مكان دافي. انا بحب اشغل الفرن بتاع البوتاجاز 10 دقايق كده، وبعدين اطفيه وادخلها تخمر، ما بتاخدش معايا وقت. خلاص هي ما شاء الله اختمرت، عايزة اقول لكم ما كملتش معايا ساعة وبقت معايا بالجمال ده. يلا نسمي بقى بسم الله كده، وننزل العجينة كده لتحت بالشكل ده، ونشتغل بقى ايه بيها على طول. ما بتاخدش اي وقت والله. انا عايزه اقول لكم اني بعملها وانا كمان بعمل الغدا، هي خلصت قبل الغدا يعني، ما خدتش معايا اقل من ساعه. الحشوه بتاعتي جبنه، بس تكون جبنه حادقه تمام، يعني براميلي، اسطنبولي، الحاجات الحلوه دي. بيبقى طعمها حلو قوي في المعجنات وما بتسيحش، بتفضل زي ما هي. لكن لو حطيتي جبنه فيتا مثلا او جبنه نستو او الحاجات اللي طعمها يعني دلع دي، هتسيح في قلب الفرن ومش هيبقى طعمها باين. خدت قطعه عجينه زي ما شفتوا، وزي ما هي كده على ايدي فتحتها. هي العجينه ما شاء الله طريه وناعمه قوي. فتحتها وحطيت حته جبنه جواها، وهلفها ببطن ايدي كده اهو. فتحت العجينه على ايدي، احط بقى قطعه الجبنه واقفل عليها كويس جدا. لازم اقفل حلو قوي. خلاص. وبعدين اعملها زي البهجه كده،
واكورها وببطن ايدي كده هتتلف معايا بسرعة، وارصها جنب التانية. انا مش دهن الصينية حاجة، هي كده كده ما شاء الله فيها يعني ايه مادة دهنية كتير، فمش لازم ان انا ادهن الصينية حاجة، ولا بتلزق في الصينية ولا اي حاجة. وببططها بسيط كده في الصينية، مش ببططها قوي للاخر، لان انا بحبها ايه فيها لحم كده يعني، تبقى ايه مش رقيقة قوي، بحبها تبقى مليانة. تاخدش بقى اي وقت خالص يعني، في وقت بسيط كده هتبقي عملتيها. تحاول بقى نخلي ايدينا ميزان. انا يعني عشان بعملها كتير فخلاص بقى يعني خدت على سبحان الله، الواحد بيبقى ايديه خدت على الحاجة خلاص، فببقى عارفة بقى ان القطعة دي قد القطعة اللي قبليها واللي بعديها وهكذا. وعادي لو لقيتيها كبيرة شيلي منها حتة وحطيها مع العجينة، مش هيحصل لها حاجة، عشان يبقى شكلها كده جميل في الاخر كلها كده إيه قد بعضها. بصوا بقى، انا هعمل حشوة تانية انا بحبها قوي، هعمل بيها كام واحدة كده. حطيت كده يعني ايه معلقتين سكر عليهم ايه قدهم دقيق، يعني معلقتين سكر معلقتين دقيق، او معلقة سكر ومعلقة دقيق، المهم يبقوا الاتنين ايه قد بعض. وهحط عليهم يعني ايه رشة قرفة بسيطة خالص. عايزة اقول لكم بقى الحشوة دي خطيرة، اما بتدخل الفرن طعمها وريحتها تحفة. الدقيق لما مع السكر لما بيدخل في القرص او في اي معجنات وهو في الفرن، لما بتيجي بقى تاكلي القرصه بتحسي ان انتي حاطه جواها ملبن، يعني الدقيق في الفرن بيسيح مع السكر كده وبيبقى اكنه ملبن، بيبقى تحفه. احط برضو معلقه من الحشوه واقفل كده على العجينه. اهم حاجه التقفيل ده علشان خاطر ما تفتحش منك في الفرن. واكور وافردها كده، ابططها على دايره كده ايه في قلب الصينيه. عايزه اقول لكم دي بقى مع كوبايه النسكافيه ولا كوبايه الشاي بلبن طعمها خطير. ده انا كنت عامله دولت ليه، عايزه اقول لكم يعني لما خلصت بقى، انا بسجل لكم بعديها لما خلصت كانوا بيتخانقوا عليها وكانوا عايزينها كلها كمان، طعمها كان تحفه قوي بجد الحشوه دي. والحشوه اللي تعجبك بقى، يعني ممكن تحطي مثلا جبنه وعليها زعتر، ممكن تحطي جبنه وعليها حبه البركه، زي ما يعجبك بقى، يعني الحشو ده حسب الموجود عندك في البيت. وممكن كمان تبقى ساده خالص من غير اي حشوه، بتبقى زي الفل. خلاص خلصت الصينية اللي كنت اخلصها، كنت لازم اغطيها عشان خاطر ما تنشفش، الجو برد وهتنشف من اقل حاجة، فلازم اغطيها كويس جدا. هسيبها تخمر بقى نص ساعة كمان، وبعدين اشغل الفرن على على درجة حرارة فوق الوسط بشوية، يعني على 200 كده فوق وتحت. لو الفرن عندك بإيد حاجة واحدة بس فانت ايدي من تحت بس، مفيش مشكلة. اهم حاجة اني اغطيها واسيبها تخمر مرة كمان، وبعدين ابتدي اسوي. ولما اجي اسوي بقى هسوي اول صينية انا عملتها، امشي كده بالترتيب وبالدور، اول واحدة عملتها هي اللي هدخلها في الفرن واللي بعديها وهكذا. دخلتها اهو الفرن زي ما انتوا شايفين، وايده الشواية على الهادي والفرن على درجة حرارة 200. تمام. هي بتاخدش وقت خالص، لو انتي مسخنة الفرن من قبليها مش هتاخد معاكي بالكتير قوي قوي، يوم ما هتتأخر يعني ربع ساعة. لو الفرن عندك زي ما بقولك بإيد مش بإيد شواية وفرن مع بعض، او مش هتعرفي تظبطي التسوية، اطفي الشواية وشغلي الفرن بس، لما تلاقيها خدت لون من تحت اطفي وشغلي الشواية تاخد لون من فوق. شايفين بقى ما شاء الله اللهم بارك، تحفة والريحة قلب البيت كله. السمنة البلدي بقى مع اللبن الرايب عاملين شغل عالي، وخدت لون جميل اهو من غير ما ندهنها حاجة ولا اي حاجة. الصينية اللي بتطلع كنت بغطيها وهي سخنة بالفوطة النضيفة دي عشان تفضل طرية وجميلة، ولا بقى تغطيها بكيس عشان تعرق وتنزل ميه، ولا تبخي عليها ميه، ولا الكلام ده، هي طريه وجميله مش مستحمله. بصوا شايفين الجمال، تحفه يا جماعه بجد، جربوها بالطريقه دي يعني هتعجبكم قوي قوي. وما شاء الله اللهم بارك، كيلو الدقيق ده مطلع لي 2 كيلو قرص، يعني انتم متخيلين التوفير والنظافه. بصوا بقى الحشوه اللي انا بحبها دي، السكر بالدقيق بالقرفه خيال. بصوا بقى هدوق لكم عشان اتاكد لكم ان هي قد ايه بجد تحفه، يعني انا طعمها بقى وهي سخنه كده ما اقولكوش. انا بحب بقى اعمل ايه، ارصها في علبه تلاجة كده جنب بعض، دي علشان انا عارفه انها مش هتقعد معايا يومين، يعني فطار عشاء خلاص انا بقى لا في سندوتشات ولا في فول وطعميه ولا كده، هي هتبقى القرص دي مع اللبن او الشاي وخلاص.
لو عامله بقى كميه اكتر وعايزه اشيل في الفريزر مثلا للسحور في رمضان، كل سنه وانتم طيبين، ساعات بنمل كده من الفول والطعميه والجبن والكلام ده، فبنبقى عايزين ايه يعني قرصتين كده وكوبايه شاي بلبن وخلاص. فانا بعمل كميه وبحطها في اكياس، في بعد ما تبرد خالص احطها في اكياس ايه في الفريزر، واطلعها بقى ايه تفك خالص من الفريزر، وبشغل الفرن بتاع البوتاجاز 10 دقايق واطفيه، وادخلها في صينيه تاخد الحراره بتاعه السخونيه دي. عايزه اقول لكم بتبقى تحفه، اكنك لسه بالظبط عاملاها دلوقتي حالا، بتبقى طازه وجميله قوي. دي بقى هسيبها كده جنبي، إيه الولاد بقى واحنا اللي حابب يفطر يتعشى تبقى ايه قدام عينيه. بس ده كده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه، واسيب لكم الطريقه بالتفصيل تحت في صندوق الوصف. لو ما حطيتيش لايك حطيلي لايك، وشوفوني ان شاء الله في فيديو جديد. بحبكم في الله، مع الف سلامه.